السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل عزيز بنيج، نهضة بركان كان ضحية الإخراج أمام الزمالك، والإعادة تم التلاعب بها. والآن نترككم مع التفاصيل. انتقد عزيز بنيج المحلل المغربي في شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الإخراج التلفزيوني لمباراة الزمالك المصري ضد نهضة بركان لحساب إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وقال بنيج أثناء تحليله للمباراة: ليس الزمالك من هضم حق نهضة بركان، ولكن هناك أشياء يجب أن تتغير. فتقنية الإخراج هي من تسببت في خسارة الفريق البركاني للقب. وتبع هناك لقطات يمكن أن نختلف فيها، لكن الإعادات لم تشتغل في اللقطات التي كان فيها شك بالنسبة لفريق نهضة بركان والذي ذهب ضحية الإخراج. وأضاف: لقد شاهدنا خلال السنة الماضية كيف أن مخرج مباراة الرجاء والأهلي تلاعب في الإعادات، وجعل اللقطات تظهر الكرة وهي تلمس يد لاعب الرجاء داخل مربع العمليات، رغم أن الكرة ضربت في قدمه. يشار إلى أن نهضة بركان خسر لقب كأس الكونفدرالية بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد في مباراة الإياب، بالرغم من فوزه على أرضه ذهبا بهدفين لواحد. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.